السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وخبر جديد. 90 دقيقة تفصل هالاند عن الكرة الذهبية. يرى الكثيرون أننا في حضرة أحد أهم نجوم كرة القدم، وهو النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في ظل ما يملكه من قدرات فنية وتهديفية جعلت منه ماكينة تسجل لا تهدأ. ويخوض هالاند موسمه الأول مع مانشستر سيتي بعدما انتقل إليها قادما من بروسيا دورتموند ليعوض رحيل الأسطورة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو. ورغم صعوبة الأجواء في البريمير ليج خصوصا بالنسبة للاعبين الجدد في المسابقة، إلا أن النرويجي توهج وقاد السيتي للحفاظ على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، محققا جائزة الهداف والعديد من الأرقام القياسية. فقد أصبح أفضل هدافي في تاريخ البطولة خلال موسم واحد برصيد 36 نقطة، محطما الرقم القياسي السابق لإندي كول وألين تشاير أصحاب 34 هدف. كما بات أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفا في البريمير ليج في خلال 14 مباراة فقط. وصار أيضا أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل هاتريك في 3 مباريات متتالية على ملعبه، وأسرع من يصل إلى 4 هاتريك في تاريخ المسابقة، وذلك في غضون 19 مباراة فقط، أي أن أقل ب46 لقاء من رودي فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق. وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، حسم هالاند لقب الهداف لصالحه عمليا، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 12 هدفا بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه. ويحلم هالاند برفع كأس دوري أبطال أوروبا غدا السبت عندما يواجه إنتر ميلان على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة اسطنبول التركية، ليقود السيتي لأول لقب في تاريخه بالبطولة. ومع تحقيق لقبي البريمير ليج وكأس الاتحاد الإنجليزي، هذا الموسم سيكون للقب دوري أبطال أوروبا أهمية مضاعفة بالنسبة للسيتي. تتمثل في تحقيق الثلاثية التاريخية لينضم لسبع أندية فقط حققت هذا الإنجاز عبر التاريخ، وهي سيلتيك الاسكتلندي، وأياكس أمستردام الهولندي، وإيندهوفن الهولندي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وبرشلونة الأسباني، وإنتر ميلان الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الأسباني، وبايرن ميونخ الألماني. وضع السيتي أملا كبيرا على هالاند لفك طلاسم دوري الأبطال، ولا شك أن حظوظ الفريق الذي يملك مهاجما سجل 52 هدفا في 52 مباراة هذا الموسم ستكون كبيرة للغاية. وفي حال قيادة السيتي للتتوج بالثلاثية التاريخية ومع تحقيقه لقبي هداف البريمير ليج ودوري الأبطال، سيكون هالاند قد وضع يدا على جائزة الكرة الذهبية البالون دور في انتظار الإعلان الرسمي لوضع اليد الثانية. وبكده يكون انتهى الخبر. اتمنى ينال اعجابكم، ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.